مش لا، ما مستني. انا بسالك برؤيتك انت، ماذا يريد هذا التنظيم لكي يتوقف عن هذا التأديب اليوم بلاش للشعب التنظيم، المصري بشكل عام. بشكل عام؟ لا يسأل. يعني انت حضرتك اذا كنت بتقول هذا يسأل عنه التنظيم يرضيه ايه ولا ما لا يرضيش شوف إيه. انت راجل لكن لا ما انا انت اصلا يعني انت بتقول ايه الموضوع. لكن حينما تسأل هذا السؤال تحط جنبه ما هو سلوك السلطة الموجودة تجاه الحريات في مصر وتجاه حقوق الانسان في مصر. هو انت حضرتك متصور الغاضب الوحيد في المجتمع المصري دلوقتي هم الاخوان او الاشتراكيين الثوريين راضيين ومبسوطين وبيسقفوا لنا، و6 ابريل بيسقفوا لنا ومبسوطين، وعموم طلاب مصر مبسوطين؟ هم دول بس ولاد الذين الاخوان هم اللي والناس اللي غضبانين. مش مسيسه كمان مبسوطة. والناس اللي بتطلع في مظاهرات ولا علاقه لها بالسياسه، اللي يشكل 80% من اللي في السجون والمعتقلات منهم، كل ده. يبقى اذا في دور للسلطه هنا، وده دور البعض بيحاول يستفز السلطه على اولاد بلده ويقول لهم تنازلات. ده مش تنازلات، ده مراجعه للاداء السيء للسلطه بعد 3 يوليو. الاداء السيء اللي هو خرج بمصر عن مسارها الديمقراطي، احترام حقوق الانسان. هل معقوله اللي بيحصل في السجون المصريه ده يليق بمصر وبابنائها ومقامها؟ ما المجرم يتحاسب، لكن لا يعتدى على كرامته ولا انسانيته، ولا يتحط مع 67 واحد في الزنزانه ما تستحقش الا 10، ولا يتعرض للاهانه ولا للتعذيب. هل من امتى مصر؟ مش هم جمال عبد الناصر اللي قالوا ان هو عمل اللي عمله سجن الحرب وقعدوا يتكلموا عليه والبوابه السوداء والبوابه البنفسجي على جمال عبد الناصر؟ كم ست اعتقلت او اسيء لها ايام جمال عبد الناصر؟ 3 4. شوف البنات اللي وصل عددهم 250 من بس بنات. اتقال اكتر يا فندم ساعتها، يعني في التوقيت بعد كده التاريخ قالوا لا معروفين بالاسم وكتب اسمائهم. اوكي، بس وده موضوع حصل وخلاص بس اتقال وخلص، كتير. يعني مش لسه بندور على مين. لما يكون العدد يوصل ل 2500 بنت تتعرض لسحل واعتقال وعدوان على اعراض بنات والى اخره، وده مش بس دلوقتي، وده في ايام المجلس العسكري بتاع طنطاوي والكشف العذريه والمصريه. ايه ده؟ هو ده مصر؟ ايه ده؟ ده ليس مصر ولا يليق بمصر ولا بشعب مصر ان الامور تبقى بالصوره دي.